بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المعزون من آل القيس ومن حضر من أقربائهم وأنسبائهم وأحبائهم وأصدقائهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كتابه العزيز: كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه. والله سبحانه وتعالى أيها الحضور خاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا هادم اللذات وكفى بالموت واعظا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، الشهادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهادة مراتب ودرجات. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما تقولون في الشهادة وفي الشهيد؟ قال: الشهيد الذي يقتل في المعركة. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر: إذن الشهيد في أمتي قليل. الشهيد يا إخوان من أصيب بمثل هذا الحادث، والشهيد أو الشهيدة الذي يموت مبطونا أي بمرض خطير في جسده، والشهيد أيضا الذي يموت بالحرب، والشهيد أيضا الذي يموت ويسقط من علم. فالشهادة مراتب. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم للشهيد الأمين ابن محمد علي القيسي أن يجعله الله في أعلى مراتب الشهادة إن شاء الله. آمين. اللهم تقبله عندك يا أرحم الراحمين. آمين. أما الثانية يا إخوتي، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطاب لوالديه ولأعز أقربائه، عندما مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن ماريا القبطية زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بكى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة لبكائه، لكنه ماذا قال؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم ويا أمين لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الموت مصيبة، لكنه مخلوق من مخلوقات الله. تبارك الذي خلق الموت والحياة. الموت قبل الحياة يا إخوتي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك يا إخواني، المصيبة علاجها الصبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بصبر والديه عليه أن يجعله في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصادقين. اللهم يا الله احشره مع الأنبياء، واحشر جديه الحج محمد علي ببنائه وإخوته هذا المسجد، أن يجعله قصرا لهم في الجنة مع الشهيد أمين إن شاء الله تعالى. لذلك يا أخواني، علينا أن نتذكر كما قال الشاعر: كل ابن آدم وإن طالت سلامته على خشبة حدباء محمول لا مفر من الموت. يا إخواني، صلوا على الحبيب المصطفى. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام سخر الله السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض، وأتاه قصر بلقيس من آخر الدنيا إلى هذه البلاد. وسيدنا موسى عليه السلام كلم الله تكليما، وسيدنا إبراهيم اتخذه الله خليلا. إذا سألنا أين هم الآن؟ الآن هم في الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى.
اللهم احشر الفقيد معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، آمين. وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. آمين. اللهم اكرم نزله وآنس وحشته في قبره. آمين. بشهادته انك انت الله لا اله الا انت، آمين. وان محمدا رسولك يا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عمرته الاخيره التي آثر أن يؤدي